ده جانج هيونج رئيس عصابة، ودي مراته اللي أبوها يكون المافيا الكبير اللي مشغل جانج عنده. جانج بيروح الشغل وبيتفاجئ إن واحد شغال عنده اسمه تشوي بيقوله إن المنطقة اللي هو عاوز يستولى عليها كل أهلها وافقوا وسابوا أماكنهم ما عدا واحد اسمه كيم عنده ورشة نجارة معصلج، فهيحاول يتفاهم معاه تاني. فجانج بيقوله إحنا مش بتوع تفاهم، وبينادي تشوي المساعد بتاعه وبيقوله يخلص. فتشوي بيروح هو ورجالته ويضرب كيم ويمضيه على تنازل على الورشة بالعافية. بالليل بيكون جانج قاعد في مطعم بياكل وبيدخل عليه واحد اسمه يانج رئيس عصابة تانية، وهما الاتنين أعداء ونفسهم يتخلصوا من بعض، خصوصا إنهم الاتنين عايزين يستولوا على نفس الشركة وبيفضلوا يقصفوا في جبهات بعض. بس جانج بيبقى أجمد وبيخلي يانج يروح يدور له على جبهة جديدة، ومش بس كده ده بعدها على طول بيقدر إنه ياخد الشركة اللي بيتنافسوا عليها. بعدها جانج بيروح ياكل في مطعم صغير كده وبيكون مستغرب إن صاحبة المطعم اتغيرت والأكل ما بيعجبوش، وبيقوم يحاسب عشان يمشي. في نفس الوقت بيكون في ولد تخين اسمه دونج هيون قاعد بياكل وبيقوم يمشي بسرعة وبيخلي صاحبة المحل تدبس جانج في حسابه. بعدها جانج بيمشي وبيكون في زحمة في الطريق، فبينزل يشرب سيجارة بره العربية وبيقف تحت مبنى بيكون على سور السطح بتاعه واقف دونج وبيحاول يجيب كوتشي متعلق وبيفقد توازنه وبيقع على جانج اللي بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى، وكل الممرضات عمالين يقولوا الطالب فاق. فبيقول ايه المستشفى المجنونة دي كل ده وطالب، وبيقوم عشان يمشي، بس وهو ماشي بيتفاجئ بنفسه نايم على السرير في غيبوبة وما بيكونش فاهم هو مات ولا ايه وازاي شايف نفسه كده. وبيلاقي كيم داخل يحضنه ويقول له الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، فبيبعده وبيقول له سلامة مين يا راجل انت. وبيروح يبص في المراية فبيلاقي ان جسمه بقى هو جسم يونج وبيفهم ان الارواح اتبدلت. بعدها كيم بياخد جانج اللي فاكره ابنه وبيفهم حالته من الدكتورة اللي بتقوله انه فقدان ذاكرة وتغير تصرفاته ده شيء عادي. بيقعد جانج يستوعب اللي هو فيه وعمال يقول في نفسه يعني يوم ما جسمي يتبدل في جسم الواد الهلاهوطة ده، وايه ده كمان نظره ضعيف، لا وكمان طالب. وبعدها بيفتكر ان شكله ده هو شافه قبل كده وبيفتكر ان ده جسم الولد اللي دفع له في المطعم، فبيروح بسرعة لمكان المطعم بيلاقيه مقفول. في نفس الوقت واحد من رجال يانج بيشوف اخبار عن الحادثة في التلفزيون وبيروح يبلغ يانج اللي بيطير من الفرحة وبيفتكر الطريق فاضيله. بالليل بيرجع جانج على بيته وبيدور على مراته اللي اول ما بتشوفه بتفضل تصوت، فبيقول لها يا ولية وطي صوتك ما توديناش في داهية، انا جانج جوزك. طب استني هفهمك. بس طبعا الستات ما عندهاش تفاهم وبتطلب له البوليس اللي بيوصلوا في ثانية ياخدوه، وبيروح طبعا كيم عشان يضمنه وبيفهمهم ان ابنه لسه عامل حادثة. بعدها بيروح جانج المستشفى وبيفضل ينط عليه ويخبط فيه على امل ان روحه ترجع لجسمه، بس ساعتها تشوي بيدخل عليه فبيحاول جانج يفهمه الموضوع بس ما بيصدقوش وبيكون هيضربه لولا ان الممرضة دخلت وجانج جري بسرعة. بعدها بيروح جانج عند كيم اللي بيعمل له اكل يكفي شارع بحاله، فبيقول له عدم لا مؤاخذة يعني انت عازم حد النهارده؟ فبيقول له ده نص اكلك بس وعلى ما تخلص هعمل لك النص التاني. فبيقول له لا مستحيل. After 2 minutes الاطباق اتنسفت وكيم بيقول له بالهنا والشفا يا حبيبي. تاني يوم بيروح كيم مع جانج للمدرسة عشان يعرف ايه اللي حصل يوم الحادثة، لانهم بيقولوا ان يونج كان بيحاول ينتحر. واول ما بيدخلوا جانج بيقعد على كرسي المدير وبيحط رجل على رجل، وبعدها كيم بيشاور له يقوم فبيروح يقعد جنبه بنفس القعدة وبيسيبهم يتكلموا عن الحادثة، وفي الاخر بيقول لهم خلصتوا انا هعرف مين اللي عمل الحوار ده كله. وبيقوم يروح على فصله اللي اول ما بيدخلوا الكل بيفضل يتريق عليه. ولما بيجي وقت البريك بيروح جانج ياكل وبيشوف بنت اسمها هيون جونج الكل عمال يضايقها ويتريق عليها، فبيقول لهم يسكتوا ويبعدوا عنها. فبيجي ولد اسمه تي ووك الظاهر انه متعود يتريق على دونج وبيقول له ده الحادثه خلت صوتك يطلع اهو، استناني بعد المدرسه. وبعد المدرسه جانج بيروح له وبيضربه، وبتكون دي مفاجاه جامده لتي ووك وبيكون في طالب واقف بعيد وبيتفرج على اللي بيحصل، بس تي ووك واصحابه بيشوفوه. وتاني يوم بيروحوا يضربوه عشان ما يفتحش بقه باللي حصل، بس بيتفاجئوا بجانج في وشهم اللي بيضربهم وبياخد تليفونهم. ولما بيروح بيفتح التليفون وبيتفاجئ انهم السبب في انه يقع وانهم اللي خلوه يطلع على السور يجيب الكوتشي، وهيون كانت بتحاول تدافع عنه لكن ما قدرتش. وتاني يوم بيروح للزعيم بتاع عصابة تي ووك وبيقوله انه نسخ كل الفيديوهات وانه لو وقف في طريقه تاني هيوديهم في داهية. بالليل بتكون مرات جانج بتخونه مع مساعد يانج رئيس العصابة، ويانج بيطب عليهم وبيقول لها انه عمل لهم فوتو سيشن صغير كده ممكن يبعتوا لابوها، فبتقول له انجز وهات من الاخر. فبيتفق معاها على جانج
جانج وإنها توقع بينه وبين أبوها وتقول له إنه اختلس فلوس قبل ما الحادثة تحصل وإلا هيبعت له الصور. في نفس الوقت تشوي بيكون في المستشفى بيحرس جسم جانج وبيجيله جانج وبيفهمه اللي حصل وبيثبت له لما بيفضل يقول له معلومات عن نفسه وحاجات كتيرة تخصه، فبيصدق اللي حصل. وجانج بيتأكد إنه أصيل وأوفى رجالته عشان قاعد يحرسه. تاني يوم بيروح جانج المدرسة وهيون بتخبط فيه وهي ماشية وبتوقع الدبدوب بتاعها، فبيجري وراها يديهولها وبيوصل عند المطعم اللي كان منه قبل كده وبيتفاجئ بمامة هيون اللي اسمها مي سون واللي بيفتكر إنه كان بيحبها واتجوزها زمان وإن احتمال كبير تكون هيون بنته. فبيروح ياخد شعرة من جسمه اللي في المستشفى، وتاني يوم في المدرسة بيشد شعر هيون وبياخد منها شعرة وبيروح يعمل تحليل الDNA واللي بيأكد له إن هيون بنته، فبيحس بإحساس الأبوة والمسؤولية ناحيتها. وتاني يوم في المدرسة بيدافع عنها قصاد بنات بيرخموا عليها وبيروح لتشوي وبيديهم صور العيال اللي بيرخموا على هيون وبيقول له اكسر لهم دراع ولا رجل كده، شوف شغلك يعني. فتشوي بيقول له لا يا جانج بيه، كار الأطفال ده مش كاري. فبيروح جانج لمامتها وبيتكلم معاها عن هيون، فبتقول له كله بسبب الندل الجبان اللي اسمه جانج. فبيقول لها ما تشتموش، يمكن انتي فاهمة الموضوع غلط بس. فبتقول له اسكت، انت مش عارف الحيوان ده عمل ايه. فبيقول اسكت احسن بدل ما تشتم اكتر من كده. فبتقول له ايه؟ بيقول لها ولا حاجة، ازاي الراجل ده واطي كده، سيبك انتي، انا ههتم بهيون وكل حاجة هتبقى زي الفل، سلام عليكم. بعدها بيروح يتكلم مع تشوي عن هيون وبيقول له تشوي في وسط الكلام انه لازم يهتم بمنظره وصحته، فبيقرر انه يروح الجيم وياخد هيون معاه ويخليها تتدرب ازاي تدافع عن نفسها. بعدها بفترة بيروح جانج المدرسة بعد ما شكله اتغير تماما وكل البنات بقت معجبة بشكله. في نهاية اليوم بيروح جانج مع هيون لبيتها وبيفضل يتفرج على صورها وهي صغيرة ويصورها، وبيلاقيها كاتبة رسالة لباباها في كتاب بتقول له كنا هنبقى مبسوطين لو كنت هنا. بالليل بيكون كيم مروح وبيعد الفلوس اللي كسبها من شغله، فبيطلع عليه ناس كان مستلف منهم فلوس وبيضربوه، وبيجي جانج يدافع عنه وبيكون هيضربهم كلهم، لكن كيم بيمسكه لانه فاكر ان ابنه مش هيقدر عليهم وبيفتكر انه كده بيحميه وبياخد الضرب مكانه. بعدها واحد منهم بيرمي لكيم كارت فيه عنوانه اللي هيجيب له فلوسه عليها وبعدين بيمشوا. بعدها بيروح تشوي ورجالته ويضربوا الناس اللي ضربوا كيم وبيخلوهم يكلموا كيم يقولوا له انهم مش عايزين فلوسهم، واللي طبعا بيكون فرحان جدا. وطبعا كل ده بيكون بأوامر من جانج. تاني يوم في المدرسة نفس البنات اللي بتتريق على هيون بيجوا علشان يعملوا عليها حفلتهم اليومية، بس هيون هي اللي بتعمل عليهم الحفلة المرة دي وبتضربهم. وبالليل بيروح جانج عند ميسون اللي بتشكره على اهتمامه بهيون وبتقوله انه بيفكرها بجانج، وفجأة بيدخل زباين وبيضايقوا ميسون، فبيقوم جانج يدافع عنها وبيدخلها المطبخ وبيضربهم كلهم وبيكون هيموت واحد من كتر الضرب. فبتطلع ميسون تقومه من عليه وبتحس ان مش طالب في السن ده يقدر يعمل ده كله، فبتسأله هو مين وعايز ايه، فبيقول لها الحقيقة لكن ما بتكونش مصدقة في الأول. فجانج بيقول هي شغلانة بقى ولا ايه، كل شوية احكي لحد وما يصدقش، وبيفضل يقول لها على تفاصيل في علاقتهم وبيها، فبتصدقه وبتطرده من المطعم. فبيمشي وبيسيبها تفتكر يوم ما سابها عشان يتجوز بنت رئيس العصابة وبتكون متعصبة جدا. تاني يوم في المدرسة هيون بتسأل جانج عملت ايه لماما تاني، دي قالت لي ما اشوفكش، اوعى تكون قلت لها ان اكلها وحش. فبيقول لها انه عمل حاجة اكبر بكتير. وفجأة وهما بيتكلموا بيجي ولد اسمه بارك وبيعزم هيون على حفلة عيد ميلاده، واللي ما بتكونش مصدقة ان حد عبرها اساسا، فبتروح العيد ميلاد وبيكون بارك جايبها عشان يتريق عليها ومتفق مع كل اللي هناك واللي كانوا بيتكلموا في الموضوع، وبيسمعهم الولد اللي جانج ضرب تي ووك عشانه زمان. في نفس الوقت جانج بيكون قاعد مع ميسون اللي طلب يقابلها وفضل يعتذر لها لكنها ما قبلتش الاعتذار وقامت سابته ومشيت، فوقفها وبسها قدام الناس اللي كانت مستغربة ازاي حد في سنه يعمل كده، بس هي برضه ما تثبتتش وبتسيبه وبتمشي، وبرضه بيفضل وراها لحد ما بيجيله اتصال من الولد بيقوله اللي سمعه فيه بخصوص هيون. فبيروح بسرعة على مكان الحفلة اللي بتدله عليه بنت من المدرسة وبيضرب الأمن اللي على الباب وبيدخل يلاقيهم بيتريقوا على هيون، فبيحاول ياخدها بالذوق في الأول لكنهم ما بيسيبوهوش، فبيقول لهم أنا ما بحبش العنف بس في الحالات اللي زي دي، وما بيكملش جملته وبينزل فيهم كلهم ضرب. وهيون بتعمل بحركتين الكاراتيه اللي اتعلمتهم وبتضرب لها واحد وبياخدها جانج وبيمشي. طب ما كمل أول ولا لازم تتضربوا؟ تاني يوم جانج بيعرف إن حماه فاكره سارق 3
$1,000,000. فبيبعت له رسالة مع تشوي، وبعدها بيروح لميسون تاني وبتقوله إنها عرفت اللي حصل امبارح ومش هيفيده بحاجة عندها، وبتقوله يبعد عن هيون. فبيقول لها حاضر وبيمشي. وهو طالع بيقابل بنت معاه في المدرسة وجايبه له هدية، ومن الآخر كده بتشقطه. فبيقول لها روحي يا شاطرة اشربي اللبن واغسلي اسنانك قبل ما تنامي. بعدها بتيجي هيون اللي بتكون متعصبة من الهدية، فبيقول لها إنه مش هيرتبط بيها أكيد. فبتقول له حلو ارتبط بيا أنا. فبيسيبها وبيمشي. ولما بتروح هيون تحكي لمامتها على اللي عملته بتزعق لها وبتضربها وبتقول لها تبعد عنه. وتاني يوم في المدرسة بتروح ميسون لجانج وبتقول له يبعد عن هيون تاني، فبيطلب منها تسامحه. وساعتها هيون بتسمعه وما بتكونش فاهمة هما بيتكلموا عن ايه. فجانج بيقول لها انه بيحب مامتها، فبتفهم عشان كده مامتها كانت بتبعد عنه وبتتضايق جدا. وبالليل في المستشفى يانج بيروح عشان يموت جانج وبيضرب الحرس وبيخش له الأوضة وبيفضل يتكلم ويعظم في نفسه باعتبار ان جانج في غيبوبة. بس بيتفاجئ بيه بيقول له بنطلونك مفتوح يا. فيانج بيتخض وبيغمى عليه. بعدها دونج بيقوم يروح على بيته وبيحضن كيم وبيقول له وحشتني قوي يا بابا. وكيم بيكون مخضوض وبيقول له بابا مين؟ انا ما خلفتش شحت قبل كده. وبيفضل يجري ودونج وراه لحد ما جانج بيجي وكيم بيجري عليه بيقول له الحقني. ولما بيدخل ودونج بيشوف شكله بيتخض وبيقول لجانج انه سرق جسمه وشكله. بعدها بيقعدوا هما الاتنين يفهموا كيم كل حاجة، وجانج ودونج بيتفقوا عشان يرجعوا ارواحهم لجسمهم. واول حاجة بيروح دونج يعتذر لميسون على انه جانج طبعا، بس وهو عندها بيجي يانج ورجالته عشان يخلصوا على جانج. وساعتها جانج بيدخل دونج وميسون المطبخ وبيتعامل هو وبيقدر انه يضربهم كلهم، لكن الكترة بتغلب الشجاعة. في الاخر بيخبطوه على راسه وبيمسكوا يانج وبيكون هيموته، لكن بسرعة بتخرج ميسون بأنبوبة غاز وبتفتحها وبتقول لهم لو ما مشيتوش هفجر المكان كله. فبيخافوا وبيجروا. وبعدها بتقف ميسون قدام جسم جانج وبتقوله انها بتحبه وانها كانت بتبص لهيون وتفتكره وبتحضنه. بعدها بتكون مرات جانج عند باباها اللي اكتشف مؤامراتها مع يانج وبيدخل عليه دونج على اساس انه جانج. وبيكون جانج بره القصر ومركب له سماعه عشان يقول له يقول ايه. وبيقرر حما جانج انه يكتب لجانج كل ثروته لان بنته خاينه. فبتقوله ان جانج كان متجوز وعنده بنت. فبيطلب من جانج يشرح موقفه، لكن ساعتها السماعه بتقف وبيتكلم دونج من دماغه وبيقوله انه مش عايز حاجه من الثروه وانه فعلا عنده بنت وهيتخلى عن كل ده مقابل انه يكون مع بنته. فالراجل بيحترم الكلام وبيقول له زي ما انت عايز. وبيطلع دونج وبيكون فاكر ان جانج مش هيعجبه الكلام وهيقابله بالعلقه التمام، بس جانج بيحضنه. وبتكون مرات جانج سايقه العربيه على اقصى سرعه عشان تخبط جانج، فبتخبطه فعلا وبيتنقل المستشفى. وبتيجي هيون وهي مخضوضه عليه على اساس انه دونج، لكنه هو بيقول لها انه باباها وبيعتذر لها انه سابها. وفجاه جانج بيغمى عليه ودونج كمان، وساعتها ارواحهم بترجع لجسمهم. وبعد 6 شهور لما دونج بيرجع المدرسه بيلاقي الكل بيستقبلوا مبسوطين بيه على عكس العاده، وكل البنات بتسبله. بس هو طبعا ارتبط بهيون وطبعا ما بيكونش فاهم ايه التغيير ده. اما جانج فبقى شغال مع ميسون في مطعمها هو وكيم، وجابت شوي المساعد بتاعه يشتغل، بس المره دي كان مساعد ميسون مش جانج. وبيخلص الفيلم.